لكم صابلي بالنكهه ديال الكراميل بواحد التعليكه جديده اللي كتجي جديده ورائعه وكيعطي كميه كبيره. فخليكم معايا باش تشوفوا المقادير وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمقادير ديال العجين فغادي نحتاجوا ليهم 120 غرام ديال السكر ثقيل اولا سكر كلاصي مع قبيصه ديال الملحه. غادي نحتاج ايضا 180 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، هنايا استعملت الزبده الحيوانيه وكما قلت من الافضل انها تكون بحراره المطبخ. غادي نحتاج 2 ملاعق كبار ديال النشا اولا المايزينا. النكهه بالنسبه لي انا استعملت النكهه ديال الكراميل، كتقدروا تستعملوا اي نكهه بغيتو، خصوصا النكهه ديال النوغا فكتواتى مع هاد المكونات اللي غادي نذكر. غادي نحتاج ايضا 80 غرام، هنا عندي جوز الهند اولا الكوك كراميليزي مطحون. الا ما توفرش كتقدروا ديروا اي حاجه متوفره عندكم فتيكون الشكل ديالو هو هذا، اولا تقدروا تستعملوا جوز الهند كتحمروه وكطحنوه، اولا فول سوداني كاوكاو محمر ومطحون، اولا لوز، نتوما والرغبه ديالكم. غادي نحتاج ايضا 2 اصفر ديال البيض، وغادي نحتاج الدقيق حسب الخليط تقريبا كياخد ما بين 250 حتى 260 غرام، ولكن كما كنقول دائما تيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. فعلى بركه الله غادي نبداو. دائما كما كنقول الزبده كتكون بحراره المطبخ باش كتساعدنا اننا نخدموا الصابلي ديالنا بكل سهوله. ثم غادي نضيف السكر الثقيل وديك القبيصه ديال الملحه اللي كتبقى ضروريه بالنسبه للحلويات باش كتعاد لينا النكهات وكيجينا الصابلي ديالنا بنين. ثم غادي نضيف النكهه كما كنقول دائما بالنسبه للنكهه ضروري ومن المستحب اننا نضيفوها في الاول مع الزبده باش ديك الزبده كتنكه لينا بالنكهه اللي بغينا وكيجينا الصابلي ديالنا لذيذ. هنايا غادي نبقى نخلط حتى تتكون عندي بحال شكل ديال الكريمه اولا شكل بوماد. بالنسبه للناس اللي بغاو يستعملوا الزبده مارغرين ضروري جدا انكم تضيفوا زيت نباتيه، لانه الا ضفتوا غير المارغرين غادي يجيكم الصابلي ديالكم قاصح. فكنبقى كنخلط حتى كيتجانسوا لي العناصر مع بعضياتهم. ثم كنضيف اصفر ديال البيض. بالنسبه للاصفر ديال البيض الا بغيتوا الصابلي ديالكم يجيكم مقرمش اكثر ويجيكم محافظ على الشكل ديالو اكثر، خصوصا بالنسبه للبنات. كنهضر مع البنات اللي عندهم مشاكل مع الصابلي ما تيبقاش ليهم في الشكل ديالو كيخسر كيعوج. الى كنتو من هذا النوع فمن الافضل انكم تستعملوا الاصفر ديال البيض بوحدو كيعطي قوام زوين للصابلي. ثم من بعد غادي نضيف الكوك كراميليزي اولا جوز الهند كراميليزي. كما قلت كتقدروا تضيفوا اي حاجه بغيتو، كتقدروا تشدوا غير الكوك تحمروه، وتقدروا ديروا اللوز محمر مسلوق ومحمر ومقلي ومهرمش، اولا الكاوكاو اولا القرقاع، فانتوما لكم الاختيار. هنايا بالنسبه للبنات اللي كيبقاو يسولوني باش نقدروا نعوضوا هذه الحاجه فتقدروا تعوضوه باش ما بغيتو. ثم غادي نضيف النشا. بالنسبه للنشا الدور ديالها دائما في الصابلي اولا في الحلويات هي كتهشش لينا الحلوى، وكذلك الا كنا مستعملين شي طابع اولا شي حاجه شي مرشم فيه دي موتيف تيبقى محافظ على دوك لي موتيف ديالو. ثم من بعد كنبدا نضيف الدقيق تدريجيا حتى كنحصل على عجينه اللي كتكون كما كنقول دائما لينه. هنا بالنسبه للصابلي دائما ما كندلكوش، كنجمعوه فقط برؤوس الاصابع باش كيبقى محافظنا على الشكل ديالو. دائما كنقول هاد النصائح لانه دائما كنتلقى اسئله في الفيسبوك على الصابلي ما كينجحش البنات وكيلقاو معاه صعوبات، فكنعطي دائما في الوصفه ديال الصابلي نصائح. كما كتشوفوا العجينه ديالو كتكون لينه ما كتلصقش يدي ملي كنحط فيها صبعي، ما كتلصقش ليا في يدي، كيكون هذا هو القوام، ولكن خاصها تكون رطبه. في حاله اذا ما البنات عجنتوا الصابلي ولقيتوه قاصح كتبداو كتضيفوا اصفر البيض حتى كتحصلوا على القوام اللي بغيتو. وفي الحاله الا كان باقي خاصو الدقيق راه كتضيفوا ليه الدقيق. غير هاد لاستيك ديال اصفر البيض كتخليكم في حاله الا فوتوا الدقيق بزاف كتخليكم ترجعوا العجينه في القوام اللي خاصها تكون فيه. انا هنايا خليته يرتاح ليله كامله. دائما من الافضل ان الصابلي يبقى يرتاح ليله كامله
باش كما كتشوفوا ملي كنجيو كنبسطوه كيتبسط لنا بكل سهوله وكيبقى محافظ على الشكل ديالو. كما كنقول دائما راه كيقدر يبقى حتى 3 ايام في الثلاجه، وكيقدر يبقى حتى شهر في المجمد. فما تخافوا منه والو. ثم كناخذ المرشم. هنايا هذا المرشم دابا راه ولا معروف وكيتباع بثمن رخيص. كنديروه في المايزينا في النشا بعد ما بسطت العجين، ثم كنبدا كنرسم. هنايا العجين ديالي ضروري انها يكون السمك ديالها غليظ. علاش؟ باش ما تقطعش ليا داك الوسط ديال العجينه، وكذلك باش تحافظ على داك الموتيف ديال المرشم، لانه الا درتوها رقيقه راه ما غاديش يجيكم دوك الشريطات الصغار باينين. كما كيبان لكم ملي كنسالي كنرشم العجينه ديالي ما كنجمعهاش بيديا، كنجمعها فقط بالبلاستيكه، لانه الا جمعناها بيدينا ديك الحراره ديال اليدين تخلي لنا بحال ما خليناش العجينه ارتاحت. فكنعاود نبسطها دائما ما بين جوج بلاستيكات باش ما نحتاجش انني نستعمل الدقيق. هنايا بالنسبه للمرشم ملي كنبداو كنخدموا به وكنكونوا كنديروا المايزينا راه دوك البلايص دوك الفتحات كيعمروا بالمايزينا، فكنعاودوا نحيدوهم بعود ديال الاسنان وكنعاودو نخدمو به. بعد ما كنسالي الصابلي ديالي كاملو كناخد عود ديال الاسنان، ثم كندير ثقب اولا كناخد شوكه ديال الطعام كندير ثقب في الوسط ديال الصابلي باش ملي يبدا يطيب ليا ما يتنفخش ليا الفوق ونلقى فين ندير الحشوه ديالي. بالنسبه للصابلي دائما الفرن على عافيه مهيله جدا، كنخليه كيطيب على خاطرو ومن بعد كنخرجو وكنخليه في الطاوه حتى تيبرد تماما. بالنسبه لهاد التعليكه فهي تعليكه جديده وزوينه ولذيذه. غادي نحتاج هنا 100 غرام ديال العسل و100 ديال غرام ديال الشوكولاته العاديه كالا العاديه. فغادي ناخذ العسل ديالي غادي نوضعه فوق النار حتى غادي يغلي كما كتشوفوا، ثم من بعد كنضيف ليه الشوكولاته وكنبقى كنحرك. بالنسبه للشوكولاته كما قلت كنستعمل غير الشوكولاته العاديه كالا، راه زوينه كما كنقول البنات دائما ملي كيسولوني راه ما كتحشمش ورخيصه وزوينه. المهم هو انكم تخرجوها مده قبل الا كنتم محتفظين بها في الثلاجه، كنخليه حتى كيذوب. بالنسبه للحشوه بما انني مستعمله الكوك او جوز الهند في العجين، خديت رقائق جوز الهند حمرتهم في الفران، وخديت كذلك رقائق اللوز حتى هما حمرتهم في الفران. دائما بالنسبه لرقائق اللوز خذوا معهم الحذر لانهم دغيا كيتحمروا. وكذلك غادي نحتاج الفواكه المعسله. بالنسبه لهنايا الحشوه كتديروا اي حاجه بغيتو، اي فواكه معسله او لا اي فواكه جافه متوفره عندكم كتقدروا تكتفيوا فقط بهذه التعليكه. تقدروا تضيفوا لها شي نكهه الكراميل او النكهه ديال الناتا او لا اي نكهه وتكتفي بها فقط تعمروا بهذيك الحفره. تقدروا ديروا فقط شوكولاته مذابه، نتوما لكم الاختيار. فهنايا انايا اختاريت انني ندير هاد المكونات بما انني مستعمله جوز هند باش نبقى في نفس المذاقات. داك جوز هند رقائق كنحاول انني نكسرو شويه. كتقدروا تعوضوه بالكونفليكس حتى هو كيجي زوين اولا الفويتين كيجي رائع في هاد الحشوات. هنايا كما شفتوا ضفت رقائق جوز الهند رقائق اللوز ثم ضفت لهم الفواكه المعسله. الفواكه المعسله كيعطيونا واحد اللوين وكيكسروا لنا داك اللون ديال الصابلي وديال الرقائق ديال اللوز وديال الكوك. ثم كنبدا كنضيف ديك التعليكه ديالي بشويه بشويه حتى كنحصل على القوام اللي خاصنا نحصل عليه. كما قلت لكم كتقدروا تنكهوا بشي حاجه اخرى الا بغيتوا النكهه ديال الكراميل ديال النوغا ديال الناتا على حسب الرغبه ديالكم. ومن بعد كنبدا بعد ما كيكون برد ليا الصابلي مزيان كنبدا كنوضع القليل من الحشوه في ديك الحفره ديال الصابلي وكنخليها كتبرد تماما. هنايا بالنسبه للزين كتقدروا الا بغيتو تضيفوا اضافات تقدروا ديروا وريضات ديال عجينه اللوز او عجينه السكر. كتقدروا ديروا خطوط ديال الشوكولاته. فانتوما بالنسبه للزين راه كيبقى لكم الاختيار. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الصابلي ديالنا. كما كتشوفوا كيجي رائع جدا ولذيذ، وديك التعليكه اللي كتكون الوسط كتجي بنينه بزاف وكيعطي كميه كبيره. فبالنسبه للعيد او للمناسبات فهاد الصابلي كيعطيكم كميه معقوله اولا كثيره
فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، وكالعاده الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بالتعليقات، بالانضمام للقناه، بالضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس. ما تنسوش ايضا انكم تخلوا لي تعليقاتكم وكذلك اقتراحاتكم الفيديوهات القادمه. كنعطيكم موعد في فيديو جديد وكنقول لكم الى اللقاء.